اشترى عربية لتكريم الإنسان وكان أول واحد يتنقل فيه. طول عمره حاسس إنه هيموت بدري زي والده، وانتهت حياته بشكل محزن. صندوق أسرار مجدي وهبة، صاحب أشهر أدوار ضابط المباحث في السينما المصرية، اتولد يوم 20 ديسمبر عام 1944 في محافظة المنيا. بس بعد 40 يوم من ولادته توفي والده، وأمه خدته وراحت تعيش عند أهلها في القاهرة في منطقة حلمية الجديدة، وقضى حياته كلها فيها. أنا برضو مدين قوي بالفضل لوالدتي، لأن الحاجة اللي ما يعرفهاش السادة المشاهدين إن أنا والدي توفى وأنا عندي 40 يوم، ووالدتي لحد النهارده عاشت عشان تربينا ورفضت انها تتجوز وقالت ولادي وبس. فيمكن ان انا بعتبر النجاح اللي انا فيه دلوقتي دوت لسببين: رضا ربنا سبحانه وتعالى عني ودعواتهم لي. وهو صغير كان حلمه انه يكون فنان، علشان كده والدته فضلت مسانداه لحد ما دخل معهد الفنون المسرحية. ورغم شطارته لكن بعد ما اتخرج ملقاش الفرصة المناسبة لمدة 5 سنين، لحد ما اتصل بيه نور الدمرداش علشان يصور سهرة تلفزيونية. ومن بعدها الأعمال بقت تنزل عليه زي الرز، وقالوا عليه خليفة رشدي أباظة. ورغم كان مريض بالقلب لكن فضل الموضوع ده سر أقرب الناس ليه، لأنه كان خايف إن المنتجين يعرفوا يرفضوا يشتغلوا معاه، خاصة أغلب أدواره كان بيطلع فيها ضابط مباحث، وده كان محتاج حركة كتير علشان ما كانش بيتكلم عن مرضه نهائي. وبعد شهرته وقع في حب أخت الملكة مريمان وخلف منها بنته الوحيدة منال. حياة مجدي كانت مستقرة لأبعد حد، كانوا أصحابه هم الصفوة في الوسط الفني، لحد ما بدأ إشاعات إنه مدمن مخدرات وبدأت تنتشر في كل مكان. وما جاتش كمان على كده الإشاعات، والشرطة كمان كانت بتطارده لمدة 7 سنين كان بيخرج منها. لكن في مرة من المرات دخل الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق، ومن هنا مجدي خرج إنسان تاني خالص. بنته كانت دايما بتقول إن أبوها عمره ما شرب مخدرات وحالته المرضية ما تستحملش بده. كان قليل الكلام وملامحه كبرت 50 سنة رغم إنه كان في عز شبابه. وبعد كده اتصاب بالاكتئاب، وكان كل الكلام إنه هيموت بدري زي والده اللي مات وهو عنده 35 سنة. حالة الاكتئاب زادت معاه وساب التمثيل في القاهرة وراح الغردقة، وفضل إنه يعتزل وقتها ومحدش يعرف عنه أي حاجة. وفي أواخر أيامه قرر إنه يشتري سيارة لتكريم الإنسان علشان ينقل فيها الناس اللي غير مقتدرة. وشاء القدر أول عربية توصل مجد بعد إصابته بأزمة قلبية حاد، وتوفي على طول، وبقى هو أول واحد يتنقل في العربية. هو كان عارف إنه هيموت في عز شبابه ورغم وفاته بأزمة قلبية، لكن الكل لحد الآن معتقد إنه مات بجرعة زيادة من المخدرات. دلوقتي جه دوركم تقولوا لنا إيه أكتر الأدوار كنتوا بتحبوها لمجدي وهبة، وهل فعلا كان في شبه بينه وبين رشدي أباظة؟ شاركونا الرأي.